السؤال رقم 1. يمكن لي نتبع هاد الشاحنة باش نتجاوز؟ نعم. جواب 1. لا. جواب 2. سؤال رقم 2. شريت سيارة كيزيد العمر ديالها على 5 سنين. من الواجب نقوم بالفحص التقني كل شهر. جواب 1. 3 شهور. جواب 2. 6 شهور. جواب 3. 12 شهر. جواب 4. السؤال رقم 3. هاد الصيغة كتشير للمنعرج. جواب 1. كتعلن على ملتقى الطرق. جواب 2. كتحد الطريق. جواب 3. سؤال رقم 4. غير الأدوية اللي كتوفر على إشارة التنبيه حمراء ولا برتقالية هي اللي عندها أثر سيء على القيادة. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. السؤال رقم 5. هاد العلامة كتعلم على مراقبة السرعة. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. وجود رجال الأمن. نعم. جواب 3. لا. جواب 4. سؤال رقم 6. كنمشي على طريق وطنية. جواب 1. على طريق السيار. جواب 2. السرعة ديالي محددة في 120 كيلومتر في الساعة. جواب 3. 100 كيلومتر في الساعة. جواب 4. السؤال رقم 7. شعل الضوء الجاذب شحن البطارية. نقف على المسار اليمين. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. على المسار اللي أنا فيه. نعم. جواب 3. لا. جواب 4. سؤال رقم 8. يمكن لي نمشي بالضواء والطريق. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. يمكن لي ننبه بالمنبه الصوتي. نعم. جواب 3. لا. جواب 4.
السؤال رقم 9. أنا في الوضع المناسب باش نتكلم في الهاتف؟ نعم، جواب 1. لا، جواب 2. سؤال رقم 10. أنا في الوضع الجيد باش نمشي لغرب طنجة؟ نعم، جواب 1. لا، جواب 2. باش نمشي لتطوان؟ نعم، جواب 3. لا، جواب 4. السؤال رقم 11. مستوى الزيت الفرامل نقص بشكل كبير، يمكن يكون نتيجة ديال ثقب؟ نعم، جواب 1. لا، جواب 2. تلف للوحات الفرمالة؟ نعم، جواب 3. لا، جواب 4. سؤال رقم 12. نتابع السير القدام؟ نعم، جواب 1. لا، جواب 2. السؤال رقم 13. تقابل مستحيل، من الواجب عليا نرجع للخلف؟ نعم، جواب 1. لا، جواب 2. سؤال رقم 14. هاد العلامة الصغرى تذكير كتخص علامة المنع؟ نعم، جواب 1. لا، جواب 2. علامة الخطر؟ نعم، جواب 3. لا، جواب 4. السؤال رقم 15. يمكن لي نتوقف في هذا المكان باش نقرا مخطط المدينة؟ نعم، جواب 1. لا، جواب 2. باش نسول على الطريق ديالي؟ نعم، جواب 3. لا، جواب 4. سؤال رقم 16. من بعد العلامة يمكن لي نوقف باش ننزل شي حد معايا؟ نعم، جواب 1. لا، جواب 2. باش نقوم بشراء المحتجيات ديالي؟ نعم، جواب 3. لا، جواب 4.
سؤال رقم 17. أنا في الوضع المناسب إلا كنت غادي ناخد المخرج اللي جاي. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. إلا كنت غادي نمشي ب100 كيلومتر في الساعة. نعم، جواب 3. لا، جواب 4. سؤال رقم 18. نتخلى على عملية التجاوز. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. سؤال رقم 19. نتابع السير القدام. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. يمكن لي ندور على اليسار. نعم، جواب 3. لا، جواب 4. سؤال رقم 20. السرعة محددة في 120 كيلومتر في الساعة. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. سؤال رقم 21. على بعد 250 متر يمكن لي نوقف إلا وقع عطب في السيارة ديالي. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج. باش نتكلم في الهاتف. نعم، جواب 3. لا، جواب 4. سؤال رقم 22. باش ندور اليسار على المدار نستعمل مؤشر تغيير الاتجاه اليمين. جواب واحد. نحافظ على مؤشر تغيير الاتجاه اليسار. جواب جوج. نبقى على هذا المسار. جواب 3. ناخد المسار اللي على اليمين. جواب 4. سؤال رقم 23. نبدل مستوى السرعة لمستوى الصفر. جواب واحد. نخفض من مستويات السرعة. جواب جوج. نستعمل الكابح ديال المحرك. جواب 3. سؤال رقم 24. كنمشي بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. ندمج في حركة السير دابا. نعم، جواب واحد. لا، جواب جوج.
السؤال رقم 25. نستعمل الضواو ديال النجدة. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. سؤال رقم 26. نعطي حق الأسبقية المرور لهاد صاحب الدراجة. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. السؤال رقم 27. غادي يمكن ليا نوجد أصحاب الدراجات جايين من اليسر. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. جايين من اليمين. نعم. جواب 3. لا. جواب 4. سؤال رقم 28. التموضع في مركز القيادة كيتم على الشكل التالي: نراقب المراية، نضبط الكرسي ثم المسند. جواب 1. نضبط المسند، نراقب المراية ثم الكرسي. جواب 2. نضبط الكرسي، المسند ثم المراية. جواب 3. نضبط الكرسي، نراقب المراية ثم المسند. جواب 4.